نمشيو للمستير مدام جايه ديما اهلا وسهلا بك. شنو مشكلتك؟ والله مشكلتي اني واخذه قطعه ارض من المحكمه الابتدائيه بالمستير. معناها شريتها على ملك المحكمه؟ لا 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 خذيتها يعني خاطر هي بته، خذيتها في بته. عقله هي خذيتها في بته عام 96 شريتها. معناها توا عندها 20 عام يتسمى، واني ما بين حتى المحكمه تعقيب خذيتها معناها حكمتني لي فائتك الاحكام الكل. الاحكام الكل لي. شنو هو المشكل؟ علاش الاحكام؟ المشكله اني خذيت الارض معناتها خذيتها توا في وسطها عندي 4 شهور. المول الشركه هذه اللي خذيتها معناتها اللي شريتها ضدي اللي هو خسرها واللي تبعت له في بته. صحيت. هذاك هو منعني توا باش نبني نعمل سور، ندور ارضي ناخذ ارضي ونتملك بها. مشيت البلديه اعطيتهم الرخصه باش يعملوا لي رخصه. توا ما بين وزاره التجهيز والبلديه ما باش يعطوني رخصتي باش نعمل السور بتاعي. من عام 96؟ من عام 96 وين يجري لحد. معناه يمنع فيك بالقوه؟ اي منعني بالقوه. قال لك لا الارض مش ارضها عندك ما يفيد اللي انت شريتها الارض؟ اي عندي الاحكام عقود واحكام. عقودي ما حبت. بالك انت بعقودك علاش ما مشيت للحكم ابتدائي استئناف وتعقيب؟ فيش الجدل القانوني بيناتكم علاش؟ بما نوضحوه تفضل ماتر. لانه ماتر. المراه هذه كانت تخدم في مؤسسه وقع طردها منذ مده كبيره. خذت حكم عرفي يقضي بالزام الشركه باش تعطيها غرامات. واضح. ما حبوش ينساوهم لانه معناها مش شريتها من عند الشركه. لا دقيقه. لانه قبل ثم مؤسسات اذا تبدا قريبه للنظام او معناها محسوبه على النظام ما تنفذش. كسر راسك اشرب الماء وطير قرنك واعمل اللي تحب. المراه هذه شدت صحيح في الحكم هذاك وتقدمت وعملت عقله عقاريه على المعمل اللي هو اللي كانت تخدم فيه في جزء منه. عملت عقله بما قيمته الفلوس نتاعها وتباعت هذه وشريتها هي باعتبار انه هي تسال للشركه فلوس. كي عملت عقله على جزء من العقار هذه حد ما شريت قدمت هي قالت انا نشري وشريت قطعه ارض هذه في تركينه نتاع المعمل كامل هذه. اي من 96 لليوم وهي تستنى 20 سنه. يقع القيام بقضايا في ابطال العقله. اي عقله العقاريه ماك تعرف انت ما فيهاش لا استئناف لا فيها حتى شيء. العقله العقاريه معناها فيها كوش ابطال العقله. مشيت 4 ولا 5 مرات للتعقيب. 5 مرات لمحكمه التعقيب تمشي وتجي للتعقيب. تمشي 5 مرات قضيه وترجع وفي الاخر ما ثمش. ربحت كل القضايا. باهي هات نمكنوها من ارض. ما وصلت مكنت من الارض نتاعها الا ما ولات تقريبا تيح ارواح فيها. وفي الاخر خذاتها الارض. هدمت السور بالقوه العامه اللي كانوا قبل ممنوع عليها باش تتصرف وباش تتكلم وباش تحل فمها وكل شيء. كسرت السور وخذات وعملت جيتون وقالت لهم انا قاعده ساكنه في جيتون في بان نتاع كاميون. قالت لهم مانيش خارجه من هوني خاطر هي تخرج ويسكروا لها السور ما عندها وين تدخل. مختلف زاد حتى هو مختلف. محلوله على الشارع. ارضها امورها واضحه قانونيا. يا بلديه المكان هات اعطيني رخصه. لا برا بيع للسيد هذاك رجع له الملك نتاعو. نعم. اي برا رجع له. يا ودي اعطيوني رخصه بناء. رخصه بناء ما نعطيوكش رخصه بناء. باهي رخصه بناء لا اعطيني رخصه سور. بناء سور لا ما نعطيكش رخصه بناء سور. ولينا نحكيو نرفضوا لها رخصه بناء. علاش؟ لانه قال لك يلزم ارتداد. هي في طول 10 متر ارتداد من كياس 4 متر ومن تالي 4 متر 8 متر مع 2 متر. 2 متر ما تنجمش تعمل فيه مقبر ولا حاجه. محطوط كل شيء راحه محطوط. نجم يجي يصلح قبر معناه واسع شويه نجم يصلح. شنو هذا؟ شنو رخصه بناء ما نعطيكش رخصه بناء. مش بخلاف رخصه بناء لانه تو شوف لو كان نوريكم الصور الجيران نتاعها الكل بانين على الكياس الكل هاو موجودين الصور الا هي ما عندهاش الحق. يلزمك تقعد غادي وترجع الارض اللي شريتها بالمحكمه تمشي ترجعها مولا المعمل. تمشي ترجعها وبالسوم اللي يحبه هو لانه ثم عرض عليها بعرض عليها قال له يا لا هات رجع لي ونعطيك اكثر من اللي شريت به ونعطيك ارض تو اليوم تسوى 200 مليون ها ونعطيك 50 مليون ورجع لي الارض هذيك. قالت لا ما نرجعش الارض وناخذها. وتعرف شنو توا راهي شيء يضحك راهو في جمال اليوم لو كان تفرجوا على المواقع التواصل الاجتماعي وصلت تبات في البان تاع كاميونه هذيك قاعده هنا وما نسلمش فيها ما نخرجش معناها هي تخرج يقعد ولدها يمشي ولده يقعد يعسوا لانه كان تخرج يستناوه في دقيقه يجيو الصوره ذاك يسكروه برا عاود نفذ من جديد. وهي شريتها بفلوس. شريتها بفلوس وعندها احكام نهائيه ما فيهاش. هذه هي تونس.
تو الاستاذ فريد انا مشكور كان يحكي في الوضعيه وقال كلمه باهيه، هو انه قبل الشركات اللي كانت تابعه للنظام سيدي هاو طاح النظام، راه يظهر لي حصلت لنا قناعه توا وانه زايد الناس اللي قراب للسلطه مهما كان السلطه النظام مهما كان السلطه، والسلطه ماك تعرف تتجزا معناها يعني يكون سلطه سياسيه ولا سلطه بتاع فلوس. يبدو لي شوف هذه قضيه راي عام وانا اشد على يديك وشد صحيح، شد صحيح والمجتمع المدني كله معك، وخلينا نشوفوا وين باش توصل. هذا الصراع ما بين القوى الديمقراطيه، القوى الفاعله، القوى المدنيه اللي تناظر من اجل الحق، وما بين الناس اللي عندها اموال والناس اللي عندها السلطه والناس اللي كيري ما عندوش اموال ولا عنده سلطه شنو يعمل؟ هاي تعيش في دارها بفلوسها. يلتجئ للمجتمع المدني هذاك باش حاجتنا، هذاك باش حاجتنا. اش كان يحكي الاستاذ تو هذاك باش حاجتنا. احنا نقول من هذا المنبر وانه باذن الله وباذن المولى عز وجل حتى واحد ما يتهان وما يتظلمش في البلاد المدني بالمرسى طالما المجتمع المدني واحنا موجودين لهنا في اطار المجتمع المدني والاعلام، ما دام الاعلام نزيه وما دام ثم بالحق معناها ناس شاده على ايادي المواقف هذه، فبالتالي انا اشد على يديك وشد صحيح وخلينا نشوفوها وين باش توصل. بالله خلينا نشوفوا الناس القوى هذوما، الناس هذوما اللي يتصوروا في رواحهم اللي هما حيتان بتاع البلاد، اللي يتصوروا في رواحهم راهم يتصرفوا، خلينا نشوفوهم بالله وين باش يوصلوا. هو قال لي مش خرج لان الفضيحه هذه تو هذايا موجود تو بالله عاطينا رخص وهما بحذاها، وبالنسبه لها هي لا مش رخص بنين جديد كل بنيه كان هي هاو لو كان وريو تصويره جديد ايمان توري تصويره مثال متر هات تعطيه صوره مع استاذ حبيب مكن ايمان لانه الناس الكل بانيه الا هي وزاره التجهيز تقول البلديه والبلديه تقول وزاره التجهيز. البني اللي على اليمين هذاك الكل مبني وين المدخل هذاك الارض نتاعها تقعد هكاك ماك ارضك وخذيته بالقانون وبالمحكمه تقعد هكاك لا تبني فيه حتى السور باش تسكروا لا تقعد هكاك. شفت كيفاش؟ هاوك القانون هذاك. شوف اللي مقابلها بالله ارجع شوف اللي مقابلها البناءات كلها موجوده الا بالنسبه لها ارضها هي واضح. متر بن زايد شوف زميلي حجليو انه المجتمع المدني زميلي وزملائي يعني زملائي المجتمع المدني صحيح يعني يلزمنا نتصداو لهالاشياء هذه، لكن اللي يوجع ويخوف ويرعب انه احنا ملي بدينا الحصه لتوا ثم ناس عندها 20 سنه وممكن عندها مشاريع، انه واحد 20 سنه معنا من محكمه لمحكمه من درجه لدرجه، قديش واحد عنده من 20 سنه باش يعيشوا؟ الاشكال فين؟ في القانون ولا في اللي يطبق في القانون؟ انا هذا نظن سؤال بمناسبه الجماعه قاعدين يعديوا في الباك. الاشكال اخطر، ثم عقليات لازمها تتغير. صحيح انه ماذا بينا احنا تو معنا بلاد تحترم نفسها وانت تحكي على القانون، معنا تعمل جيتون؟ معقول هذا؟ معقول مش تعمل جيتون مش تعمل تخرج منها اسمعني اللي يسير لا ما ليه انا نتساءل كيفاش المراه هذه 20 سنه من محكمه لمحكمه فجاه وقت اللي تاخذ حقها معنا ولينا نلعبوا في الكشكاشه. ما نحكيوا على القانون، نحكيوا على القانون يا اخي. الناس اللي يحبوا يطبقوا القانون هم قاعدين يسمعوا فينا بجاه ربي اذا هما معنا مسؤولين وفعلا مسؤولين، لانه يعني انت قاعد غاديك ومعنى تستمد الصفه نتاعك من القانون. يحاول انك تطبق القانون قطع نظر على الخلفيات، انه راهو ارضك انت 200 مليون لا تحت الضغط نحي لك 50 مليون. معقول هذا؟ كلمه الختام مدام منجي. والله اني معناتها قاعده على الصورات والكل تجي معايا وتشوفني حبيت نقابل الوالي ما قابلني، حبيت معناها كل الصورات ما حبيتش حتى تسمعني، ما يسمعونيش، ما يسمعني حتى حد. اي نحب شنو؟ نحب نعمل كلوتير الارضي ونسكر بابي ونخرج على روحي. الولي ما قابلتوش عطيته عندي ها وحتى ما يثبت عطيته ما تقدمش نقابله ما قابل عندي تقريبا الشهر تو. لا ما يشرفش وين جاي تبدا عنده تجاوزات عندي تجاوزات من القانون معناها في جهه بالله الوالي الجهه هذه مش رئيس الحكومه المره اللي فاتت نبه عليهم مش نبه عليهم وانهم يتحركوا مش نبه عليهم وانه يلزم 70% من التوقيت نتاعهم عمل ميداني. بالله خلينا نوجهوا له مش مشكله. بالله وين الكاميرا؟ بالله يا سيد الوالي بتاع المنستير بالله رجاء هو انك تشوف الوضعيه هذه واهبط تشوف كيفاش انسانه عندها ارضها ما مكنوهاش من ارضها. اذا كانك انت موجود في ولايه ويصير فيها هكا سامحني فيك.
شكرا ليك، نتابعوا معك حالتك مدام منجيه مديمه، ووصلنا لك صوتك بقدر الامكان.